الموبايل ده هيغير فكرتك عن الفئة دي تماما ومن غير غير. معاكم ماستر مايند ويلا بينا. أول ما تمسك الفيفو 31 دي استعيذ بالله كده وركز في عضلات إيدك، لأنك شايل 219 جرام. يعني لو وقع على رجلك ممكن يكسر صباعك الصغير عادي جدا. بس للأمانة هو مصفح، معاه شهادة عسكرية ومقاومة مياه IP68 و IP69. يعني لو وقع منك في ملاحات أو رحت بيه القطب الشمالي، الفيفو 31 دي هيقولك يا جبل ما يهزك ريح. نيجي بقى للشاشة، ومساحتها 6.75 إنش. الشاشة سريعة جدا 120 هرتز ومنورة ب 1200 شمعة، بس يا عيني هي IPS. في زمن الأموليد الفيفو 31 دي لسه متمسك بالقديم، ودي حركة خلتني أقول له ليه كده يا فيفو، ده احنا في 2026 يا غالية. المعالج هنا هو السناب دراجون 6S Gen 2، يعني بتاع شغل ومكالمات وسوشيال ميديا، مش بتاع ألعاب بابجي وفريمات عالية. الفيفو 31 دي مش بتاع جيمنج تقيل، ده موبايل معمول عشان يسد معاك في المهام اليومية من غير ما يهنج في إيدك. ركز بقى في الحتة دي عشان دي الزتونة. البطارية ساعتها 7200 ملي أمبير. الرقم ده مش غلط يا جماعة، انت حرفيا شايل باور بانك في جيبك. الفيفو 31 دي ممكن ينسيك شكل الشاحن اللي قوته 44 واط. يعني الموبايل ده لو شحنته يوم الجمعة ممكن يفتكر يخلص شحن على يوم الاثنين اللي بعده. بالنسبة للكاميرات، فالفيفو 31 دي بيجي بكاميرا أساسية 50 ميجا بكسل، ومعاها كاميرا تانية 2 ميجا بكسل مخصصة للعزل عشان تطلع صور بورتريه مظبوطة. أما السيلفي فهي 8 ميجا بكسل. وبالنسبة لتصوير الفيديو فالموبايل بيصور بجودة 1080p مع 30 فريم في الثانية، وده أداء معقول جدا لمكالمات الفيديو وصورك السريعة. بس خد بالك من فخين، الفيفو 31 دي ملوش مكان لكارت ميموري. يعني لو جبت النسخة ال 128 جيجا واتملت هتقعد تمسح في صور العيلة عشان تفضي مساحة. وطبعا الوزن اللي قلنا عليه، الموبايل ده محتاج حزام جلد تقيل عشان ما يوقعش البنطلون وانت ماشي. لو انت واحد بتقضي يومك كله بره البيت وشغلك صعب، الفيفو 31 دي هو صاحبك الجدع. غير كده فكر مرتين. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، واستنى الفيديو الجاي عشان تكون من عائلتنا الجديدة. سلام.